حكي أنه في أحد الأيام خرجت الستوت إلى السوق في وقت متأخر، فوجدت كل الدكاكين مغلقة إلا دكاناً واحداً، فانتابها الفضول. اقتربت من صاحبه وسألته عن سبب عدم ذهابه إلى منزله مثل الآخرين، فأخبرها أنه من قرية أخرى، وبقيت تسأله لتعرف عنه كل شيء. هل أنت متزوج؟ نعم، أنا متزوج وعندي بنتان، وقد تركتهما وهربت عنهم منذ حوالي 7 أو 8 سنوات، ومنذ ذلك الحين لا خبر عنهم. لما سمعت العجوز ذلك بدأت خطتها الشريرة، واتجهت مباشرة إلى القاضي شاكية باكية وقالت: يا سيدي القاضي، لقد تزوجت من رجل، ومنذ حوالي 8 سنوات هرب وترك لي بنتين، وقد بقيت أبحث عنه حتى وجدته في هذه البلاد، وله دكان في السوق، وأنا الآن أريد حقي وحق بنتي من النفقة، أو يرجعني إلى عصمته أو يسرحني تسريحاً حسناً. أرسل القاضي أحد رجاله مع العجوز لتدله عليه، وعندما اقترب من السوق قال للحارس: سأبقى هنا مختبئة حتى لا يراني فيهرب، وذاك هو الدكان. ثم أسرعت الستوت إلى بيتها وأوصت بنتيها وقالت لهما: سيأتي بعد قليل رجل من رجال القاضي، ستذهبان معه إلى المحكمة، وهناك ستجدان رجلاً صفاته كذا وكذا، ويلبس كذا وكذا، وعندما تدخلان عليه تعلقا به وقولا له: أبي، أين كنت كل هذه المدة؟ رجعت العجوز إلى المحكمة قبل أن يصل الحارس ومعه الرجل، فلما دخل الرجل على القاضي قال له القاضي: هذه العجوز تشكو بك وتقول إنك زوجها، وإن عندك منها بنتين، وإنك تركتهم وهربت. فرد الرجل صاحب الدكان: هذا غير صحيح، فأنا لم أرها في حياتي أبداً إلا اليوم. سأل القاضي العجوز: هل عندك من دليل؟ فردت العجوز: ليس عندي أي دليل، ولكن أحضر ابنتي إلى هنا، فإذا تعرفتا عليه فسيكون كلامي صحيحاً، وإلا فأسلم أمري إلى الله وأرضى بما تحكم. فذهب الحارس وأحضر البنتين، وما إن دخلتا وشاهدتا الرجل حتى قفزتا عليه وتعلقتا به قائلتين: والدي، أين كنت كل هذه المدة؟ فوجئ الرجل ولم يستطع الدفاع عن نفسه، فقال القاضي: ثبت عليك الأمر، وهذه زوجتك وهي لا تكذب، يجب عليك أن تعطيها نفقتها ونفقة البنتين. قالت العجوز: أنا لا أريد النفقة، كل ما أريده هو أن يرجعني إليه، فقد كبرت في السن ولا أريد إلا أن أعيش مرتاحة. حكم القاضي بأن يرجعها إلى عصمته ويتكفل بها وبابنتيها، وما كان من الرجل المسكين إلا أن رضخ للأمر وذهب بهم إلى منزله. ومع مرور الأيام قالت الستوت للرجل: إن الدكان ليس فيه سلع كثيرة ولا يساعد على المعيشة، يجب أن نذهب إلى السوق لنشتري سلعاً جديدة. ذهبت إلى السوق وهو يتبعها، ودخلت عند تاجر كبير وطلبت من زوجها أن يبقى في الخارج. بدأت تختار الأقمشة الرفيعة والباهظة الثمن. لما أنهت اختيارها قالت للتاجر: أحضر لي حمالاً يوصل السلع إلى البيت، وسأرسل لك النقود، وزوجي سيبقى هنا معك. أحضر لها الحمال السلع، وعند وصولها إلى البيت قالت له: أنا الآن عندي موعد مهم، ارجع أنت إلى التاجر وانتظرني هناك، سأعود بعد قليل ومعي المال لأعطيك أجرتك وأجرة التاجر، زوجي هناك ينتظرني. رجع الحمال إلى التاجر، سأله عن النقود، فأخبره بما قالت له العجوز، وأنها ستعود بعد قليل،
وأن زوجها ما زال ينتظر. قال التاجر: ما دام زوجها هنا فستأتي حتماً. جلسوا ينتظرون حتى أظلم الليل، لكنها لم تأتي. غضب التاجر وسأل الرجل عن سبب تأخرها، فقال الرجل: والله إنها ليست زوجتي ولا أعرفها. فحكى له كل ما حدث، فغضب التاجر واتهم الرجل بالاشتراك معها في الخداع. أما العجوز فقد أسرعت إلى بيتها وأخذت بنتيها وهربت. وفي الصباح رفع التاجر شكواه عند القاضي متهماً الحمال والرجل. حاول الحمال الدفاع عن نفسه، فقال القاضي: أنت تعرف البلاد جيداً، ابحث عن تلك العجوز وأحضرها. وهكذا هربت الستوت بعدما خططت لكل شيء، تاركة الرجل والحمال عند التاجر الذي اتهمهما ظلماً أمام القاضي. لكن هل سيمسكون بها يوماً؟ أم ستبحث عن ضحية أخرى لتستمر في مكرها؟ القصة تترك لنا درساً مهماً، فحتى مع المكر والخداع يجب أن نتحلى باليقظة وندرك تماماً أن العدالة الإلهية ستظهر في النهاية وتعطي كل ذي حق حقه، كما جاء في القرآن الكريم: إن الله لا يظلم الناس شيئاً